إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلازل التي نراها في الأرض هذه كلها ما هي بزلازل، ليست زلازل، باعتبار ما سيكون للأرض عند قرب قيام الساعة، أو كما سنذكر بين النفختين كل زلازل الأرض التي هلك فيها حرث ونسل وضاعت وخسف بدارها الأرض، في قرى اختفت عن وجه الأرض، صدعت الأرض ثم عادت فابتلعتها. ومع هذه الزلازل منذ أن خلق الله البسيطة إلى اليوم لم تزلزل الأرض زلزالها. الزلزال الحق باقي وتنتظره الأرض. وإذا قال الله إذا ما أتى لأنها حرف أو أداة شرط، أي أنها إذا زلزلت جوابه وحدثت، إذا زلزلت تحدثت. أما الآن ما تحدثت، فكل اللي موجود أعلى درجات الزلازل في الأرض اللي تجاوز 7 إلى 9 إلى 8، وكما يقولون ريختر وهو المقياس العالمي لقراءة الزلزلة واهتزاز الأرض والموجات الترددية، واللي يقولونه علماء الجيولوجيا. كل هذا ما سجل على وجه الأرض زلزلة استمرت أيام ولا ساعات، كل حساباتهم بالثواني. لكن الزلزلة أو الزلزلة القادمة تدرون كم مدتها أحبابي؟ يقول الحق إذا زلزلت الأرض زلزالها، وسنذكر الآن بعض المواقف. يقول بعض أهل العلم الزلزلة هذه عند النفخة الأولى في الصور. وتعلمون أن الله جل وعلا إذا بدأ العد التنازلي لرحيل العالم والدنيا اضطرب كيان الأرض والكون. إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، ولذلك تجد أن الكون شمس قمر جبال أرض كل هذا يختل نظام الكون. وإذا أراد الله لهذه الأرض التي نحن فوقها أن يزيل البناء فيها اضطربت. قال بعض أهل العلم اضطرابها 40، لأن ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40 كم يوم؟ بعض أهل العلم قال سنة. ولما سئل راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة ما بين النفختين 40، قيل له 40 يوما أو 40 ساعة أو 40 سنة، قال أبيت يعني لا أفتي فيها لأن لا علم لي فيها. لكن بعض المفسرين قالوا 40. بعض أهل العلم قال أن الزلزلة تقع من بداية الصيحة، والصيحة الأولى بالبوق وإسرافيل وقد التقم البوق وأحنى جبهته، الله المستعان. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذا الفزع من قوته تبدأ الأرض تتزلزل 40 سنة إلى أن ينفخ في الصور مرة ثانية. والأولى كلهم يخمدون، كلهم يموتون. ولذلك تتزلزل الأرض في آخر الصيحة الأولى قبل بداية الصيحة الثانية، تتزلزل الأرض حتى تخرجهم، ثم ينفخ إسرافيل مرة ثانية فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. ولذلك الزلزلة هذه السورة تجعل المؤمن يؤمن ابتداء بأن الأرض التي هو الآن يحفر فوقها، يحفرها ويزرعها ويبنيها، وكم المتر به 71 91، وش حينا هذا الزين، المنار كم المتر فيه، ونشغل حياتنا وكلنا ولا حرج، كل يريد بيت ويبغى زوجة ويبي هذا الذي نملكه كله في طرفة عين يزول. يوجد الآن قرى تحت الأرض، ما الذي أدرانا؟ حضارات. يقال أن الآن في جنوب الجزيرة العربية المسمى بالربع الخالي، وهو الربع الغالي، هذا الربع الغالي اللي في الركن الأرض القصية، هذه أرض من؟ هذه أرض الأحقاف، قوم هود. هؤلاء الذين كانت لهم خيام ذات العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد، والذين كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون، وكانت أطوالهم على طول 30 متر أو 30 ذراع، خلق عظيم وحضارة. أين الحضارة؟ في بعض التنقيبات اللي موجودة الآن وجدوا أنها مقبورة تحت رمال الربع الغالي، حضارة ما رأت الكون أقوى منها. فلما أراد الله أن يعذبهم قطع قلوبهم
في أجوافهم وانتهت القضية. إذن هذه الأرض اللي ملئت حضارة إذا زلزلت ستخرج أثقالها، ومن أثقالها المدفون تحتها كما سنأخذ الآن. إذن إذا زلزلت الأرض زلزالها، والله وصف هذه الزلزلة في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. لاحظ إذا اضطربت الأرض تذهل كل مرضعة عما أرضعت، طفلها في حجرها ملتقم صدرها يسقط منها وتقوم ذاهلة لا تلتفت إليه. الأمر عظيم. وتضع كل ذات حمل حملها. ولذلك يقولون العلماء أن الأرض التي تزلزل هذه الأيام يقولون الزلازل تضع الأحمال. حتى يكتب هذا بعض الدراسات الغربية، يقولون أن الزلزلة إذا تحركت الأرض أكثر من 50 ثانية إلى دقيقة، إذا تحركت كل صاحبة حملها مستتم أو أنه مستعد للنزول ينزل فورا. إجهاضات. هذا لأن الأرض تحركت بسيط. من يوم تتحرك قواعد البيت أو تطيح الأدراج أو التحف من الأدراج يبدأ الخوف والجزع وتضع. ولذلك الله جل وعلا عندما وصف اهتزاز الأرض أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى. والسكر هذا مهوب من شرب مادة. السكر طيشان العقل، لأن العقل رأى بعينه المجردة ما لا قدرة له أن يتحمله. لو قيل لك أن طويق سال فغطى البحر الخليج العربي، جاك جبل طويق جاءنا في الشرقية، وش تقول؟ أعوذ بالله من اللهم لا ترينا غضبك، وهو جبل من أصغر جبال الدنيا. فكيف إذا اضطرب الكون وأوتاد الأرض تحركت؟ وأوتاد الأرض ما هي الجبال. وجعلنا الجبال أوتادا، وتسير الجبال تكون سرابا. هذه الأرض التي تغيرت معالمها دليل على قدرة خالقها وعلى بداية نهاية الكون. لما؟ حتى يبدأ الامتحان. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. الكتاب وش هو؟ هذا اللي كان يكتب فيه الذرة من الخير والذرة من الشر. لأن الذي لا تحرك قلبه سورة الزلزلة لن يفقه اليوم الآخر الموعود. والذي لا يخاف من اضطراب الأرض إذا كانت تسونامي، وإذا كان الزلزال بمقياس ريختر 7 درجات يجعل عاليها سافلها ويجعل الأرض تتغير اتجاهاتها الأصلية. إذن موضوع هذه السورة الإيمان باليوم الآخر والإيمان بعلامات قيام الساعة وتحقيق